السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ومشاهدة، عاملين ايه؟ وحشتوني. طبعا الجو ساقع جدا في اسكندرية. عايزة اقول لكم الرطوبة عالية جدا، حاسين ان احنا كده خلاص نشفنا من السقعة. والمطرة ايه بقى؟ ما في يعني الشتاء مش عايز يبطل. فاللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. بصوا بقى، انا نزلت طبعا بهدومي اهو، الهدوم اللي انا جايه بيها من بره. جبت الكرنبايه ديت بقى، هنعمل شويه محشي حلوين كده يدفونا في الساعه دي. وقلت بالمره اعلم شهد ازاي تشتري كرنب، اعلم شهد واعلم البنات الحلوين اللي زيها والستات اللي ايه، الاتيكيت كده اللي مش عارفين ينقوا الكرنبايه. وانا بشتري الكرنبايه بصراحه انا والله ما بشكر في نفسي يعني. اعوذ بالله من كلمه. انا نقيت الكرنبايه، كذا واحده كانت عايزه كرنب ومش بتفهم فيه، فانا كنت بنقيه لها من على العربيه. فانا بقى هوريكم ازاي تختاروا الكرنبه الحلوه اللي ما يبقاش فيها عروق من جوه، ورقها هيكون كويس كده، تطلعي الورقه بورقتها يعني ما تتبهدلش منك. وفي نفس الوقت انا هعلم شهد ازاي تنقي كرنب، يعلم بينا حاجه تنفعها للزمن، عشان لما تتجوز كده ان شاء الله وتبقى مسؤوله عن بيت وجوزها يبقى نفسه في كرنب ويقول لها انا عايزه اكل كرنب، بتقول له ايه طيب مش، وتنزل تشتري حاجتها كده ان شاء الله. تعالي بقى يا شهد عشان تعرفي. بص بقى، الكرنبايه في نوعين من الكرنب، اللي هو البيضاوي والمدور. احسن حاجه ان انت تاخدي الكرنبايه البيضاويه دي، بتبقى ذكر، دي للمحشي. والله ما هو كل حاجه ربنا خلقها ذكر وانثى، فالذكر دي بتبقى حلوه للي هي للمحشي. اما المدوره بتبقى حلوه قوي للسلطه، وبتبقى حلوه قوي للتخسيس. يعني شوربه الكرنب ديت لو عملتها لكم في يوم في القناه كده حلوه قوي للتخسيس، بتنقص من الوزن جامد. وانا عملتها مره وشربتها فعلا، بتنزل الضغط، بتنزل الوزن. المسكره ما بتبقاش كويسه للحشو، اللي هي البيضاوي هي اللي بتبقى حلوه للايه، للحشو. اما المدوره قلنا زي ايه، للسلطه، او لو انت عايزه تعملي شوربه كرنب للتخسيس. وهبقول لكم بتتعمل ازاي. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، وعايزه شهد كمان من خلف الكاميرا تركز معايا. تنسوش تدعموني باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان القناه تكبر، اللي مش ناويه تكبر في سنتها. تختاري الكرنبايه بتاعتك، تختاريها ازاي بقى؟ ما تاخديش التقيله، يعني ما تفرحيش ان هي تقيله ودي مليانه ورق ودي هتعمل لي حلتين ثلاثه. هي ممكن تكون تقيله راسها من جوه، الراس تكون هي اللي مكبراها، وفي نفس الوقت التقيله دي بتبقى مكبوسه من جوه عروق، تمام؟ بتبقى معرقه من جوه، كل عرق وعرقه قد كده، فما تفرحيش بتقلها. طيب احنا ناخدها ايه، تاخديها ازاي بقى؟ لما بتيجي تضغطي عليها وتلاقي ايدك غرزت لجوه كده، وتحسي ان جوه كانه فيها هواء كده، دي بتبقى فاضيه من جوه، ما فيهاش ورق، مش هتطلع لك ورق كتير. طب امتى يعني انا ازاي، طب اختارها ازاي؟ تاخديها كده ورقها ملفوف في بعضه زي دي كده. اول حاجه الورق اللي قدام ده لازم يكون اخضر زي ما انا منقياها كده. ما تقوليش انا لا انا عايزاها بيضه ومش عارفه ايه، لا، خدي الاول اللي ورقها من فوق اخضر. بعد كده وانتي بتنقيها بتطلعي الورق منها وبتسلتي الورق بتاعها كده ورقه ورا ورقه، هتلاقي الابيض بتاعها ظهر. ماشي؟ يعني اهم حاجه اول ورقتين دول لازم يكونوا خضر. تاني حاجه ما تاخديش الحته دي، ما يكونش عندك دي، ما يكونش لونها ازرق. العروق اللي هنا دي بتاعت الكرنبايه ما تكونش مزرقه. وما تاخديش الكرنبايه اللي فيها خرام. اللي فيها خرام معنى كده ان هي بيبقى جواها دود، ما بتبقاش حلوه. انا عارفه ان ارتاج قرفانه من بتقرف من كلمه دود ده، يجي لها اسس دود. ماشي؟ فما تاخديش الورقه الكرنبايه لما تبقى قدامك وما تسترخصيش، يعني ما انت ممكن تطلعي نصها بعد كده ومش هتستفيدي بيها. فما تاخديش اللي هي مخرمه بيبقى جواها دود، تمام؟ ولا بتكون الزرقاء المزرقه دي ما بتبقاش برضو حلوه. تاني حاجه لما بتاخديها كده اهوت، الورق الخضراء دي بتعتبر ان هي طازه، يعني لسه يعني جايه من الغيط طازه، ما تبقاش باينه. لما اهم حاجه لو عندك دول صفر، لو مصفره من هنا بتبقى مش طازه، تبقى عند الراجل بقى لها كام يوم. لو هنا مصفره وتبصي هنا العروق بتاعتها من هنا لو مصفره، والورق ده من هنا مصفر، تعرفي ان هي بايته عند الراجل، قاعده عند الراجل بقى لها كام يوم. هتيجي تفتحي الورق بتاعها تلاقيه الورق من جوه اصفر خالص، فده مش حلوه يعني، مش هتستفيدي بيها. بصوا بقى هنا الكرنبايه بتاعتي دي زي ما انا منقياها كده، زي ما انا قلت لكم. اهم حاجه لو انت ضغطتي لجوه كده هتلاقيها فاضيه، ايدك ما تغرسش لجوه قوي.
تاني حاجه ما تفرحيش بتقلها، تقلها يعني عروق من جوه. خديها مكبوسه، بس مكبوسه يعني ايه؟ يعني لما تيجي تضغطي عليها ايدك ما تغرسش، وفي نفس الوقت تلاقي الورق ماسك نفسه، ورقه في ورقه، يعني الورق بتاعك ملفوف كده ببعضه وماسك نفسه. اللي بتبقى جواها عروق ورقها بيبقى ملفوف في بعضه، وتيجي تقطعيها تبصي تلاقي الورق متشبك في بعضه كده، مش يعني بيتقطع منك، ما بتطلعلكيش اكتر. الورق اللي هتطلعيه هيبقى متقطع وهترميه، والعروق هترميها، فهيطلع لك حبه ورق صغيرين قد كده. تعالوا اوريكم بقى عملي كده. بصوا هنا الكرنبايه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا الورق ما تاخديهاش، بصي الحمد لله رب العالمين يعني اهي ما فيهاش ولا خرم خلاص، ونضيفه. دي انا جايباها ب 15 جنيه، من 20 خدتها ب 15. الرز انا جايباه ب 17 ونص. طبعا المحلات اللي جنب مني هنا بيبيعوه ب 20. انا بنزل سوق جنب مني كده في تاجر جمله، يعني جايباه منه حلو ب 17 ونص، لغايه ما ربنا يرحمنا برحمته في الغلا اللي احنا فيه ده، بامانه يعني. البنات نفسهم ياكلوا فراخ او لحمه جنب المحشي بصراحه، يعني حاجة بقى لحمه ب 250 ها. وانا طبعا ما بقبضش من اليوتيوب ولا بقبض من الحاجات دي عشان ناكل بقى اللحم الناعم والفراخ والبط ماشي، فاحنا ماشيينها على القد كده الحمد لله، فضل ونعمه. فانا اعمل ايه يعني عشان افرحهم جنب المحشي دوت؟ هعمل لهم ناجتس، هيبقى حلو والله. جبت صدر فرخه وهعمله كده بطريقه حلوه قوي، هصورها لكم الجزء الجاي، هتعجبكم جدا. يعني في الفيديو الجاي هتلاقوه ان شاء الله، فيديو بقى المحشي واحنا بناكله كده والناجتس كده، هتشوفوه الفيديو الجاي ان شاء الله. بصوا الراس بتاعها صغيره مش تقيله اهي. بصوا بقى الورق الابيض يبتدي يظهر معايا، بصوا الحمد لله، يعني ولا مدوده ولا فيها اي حاجه. استنى بس اقطعها كده. طبعا السكينه دي صغنططه، والكبيره انا ما عنديش حاجه وسط، والكبيره جايباها للحوم والحاجات دي، ما بعرفش امسكها اقطع بيها بصراحه. فانا لغايه ما ربنا يسهل كده هنزل اجيب لي بقى سكينه حلوه تبقى خير الامور الوسط. دي تنفع لبطاطس، تنفع لسلطه. تعرفوا ان ديت في ناس بتقطعها حتت حلوه كده وتملحه؟ اه والله العظيم بشوفه في المخلل اللي بنشتريه، بفكر اعمله املحه. حطيها بحالها كده اسلقيها. لا ما اسلقهاش بحالها، انا بحب افرطها كده واشتغل بيها واحده واحده. بصوا، وبعدين انا عامله يعني انا بوري اخواتي وحبايبي انا اقول لهم ياخدوها بقى ويسلقوها بحالها. بصوا انا عايزه افرجكم بس الورق اهو، انا عشان شارياها ورقها ملفوفه كده في بعضها، وتضغطي عليها ماسكه نفسها، هتطلع لك الورق دلوقتي يعني مفرط كده واحده بوحدتها، مش هتبقى فيها عروق ولا هتبقى فيها. والله العظيم انا عايزه اقول لكم نقيت لكذا واحده، ويجي الراجل بتاع الكروم بيقول لي ايه، اخد انا بقى التاني ده ملحه؟ قلت له ما تملحه بقى هات لي برطمان. والله قالت جايه عليا بخساره، يعني قعدت انقي للناس هناك كرومب. والله العظيم واحده هتقول لي جدع ربنا يبارك لك. بصوا بقى انا هحاول كده ايه اسلتها واحده واحده كده بس. وميه الندى فيه جميله بصراحه. بيقولوا ان لو جبتي كرومبايه، ورق الكرومب ده اللي فيه ميه الندى، وفي عندك حبوب في وشك او في علامه يعني حرق او اي حاجه، وجيتي ورق الندى ده وحطيتيه عليه اثرها بيروح. لا بتاخدي ورقه الندى اهي، خدي. استني هقطع لك حته بس احاول اسلك ده كده. يا رب يا رب يا رب يا رب امه تدخل امه. يا رب يا رب يا رب يا رب، ربنا يتقبل منه كل حاجه، كل دعوه ان شاء الله ان شاء الله يا رب، وامه تخش الجنه وابوه اللي هيدعم يبقوا متجمعين في الجنه ان شاء الله يعني. يلا اللي هيدعمني كده يا رب ان شاء الله ربنا يفرحه ويسمع احلى خبر في حياته. بصوا انا هفرجكم بس الكرنبايه عشان ما تقولوش ان انا بقول كلام كده وخلاص. واحده تاني ده انت خايبه ما بتعرفيش تنقي. لا اهو كرنبايه اهي جميله اهي قدامكم اهي. احلى مسا عليك. احنا بصي جايبه لي مزايا بتقول لي احلى مسا عليك. ولا يا توشي. طب بعد الفيديو ما يخلص طيب خليها دلوقتي. مسا مسا مو مسا مسا باكل مزايا لغايه ما احضر الاكل.
بس كده اهي. بصوا عايزه اقول لكم بس الكرنبايه ام 15 جنيه دي طلعت لي ورقه قد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هتعمل حله كبيره يعني ما شاء الله. بصوا اهو. فين العروق؟ اهو ولا عروق ولا اي حاجه. طبيعي ده شيء طبيعي ان لازم الحته دي تكون موجوده. انما بقى انا بتكلم في العروق. واحده تقول لي يعني ايه عروق؟ ما احنا مش فاهمين. هقول لك انا العروق لما تلاقي هنا بقى في عرق تخين، وفي هنا عرق، وفي هنا عرق، وفي هنا عرق، تيجي تقطعي الورقه مثلا. لو قطعتيها كده اهو مثلا، يعني لو جيتي تقطعيها كده ها هتلاقي في عروق تاني مش هتعرفي. الورقه لما تيجي تقطعيها بقى للمحشي كده هتلاقي كلها عروق، يعني مش هتستلذي حتى بصبع المحشي. كل عروقه مش هتستلذي بيه ومش هيستوي. خلي بالك، يعني الرز من جواه يستوي وهو لا، مهما لو عملتي له ايه باللازم. اهو طبعا انا العروق دي هقطعها قبل السلق، بس انا بس لازم افرغها. وسمعونا احلى لايك. خلي دي هنا كده احتمال كده ان انا اقطع العروق دي، وعندي برطمان صغير كده واعمل مخلل الكرنب. بتحبوه؟ لا ابوكم بيحبوه، بابا بيحبه. اهو. وخلي بالك عايزه اقول لك بس عشان انا كنت مع دكتور الدايت، كنت بفكر ان انا اخس، بس عايزه اقول لكم يعني انا قلت امشي على نظام تاني خالص، ودوت يعني حاسه ان انا النظام اللي انا مشيت عليه ده خسسني شويه. هقول لكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله يعني، واقول لكم انا بشرب ايه. اهو بصوا الورق ابيض وجميل ازاي. هما بس اول ورقتين هما اللي خضر. ادي الكرنبايه بتاعتي، والله حلال فيها ال 15 جنيه والله. وما تسترخصيش، انا بقول لك اهو ما تسترخصيش. يعني ما يقولكيش خدي الكرنبايه دي ب5 جنيه، ما هي بايته عندك بقى لها اسبوع اصلا. لو انت جيتي تفتحيها بعد كده هتلاقي ورقها اصفر وعايزه تترمي. حرام انك انت اصلا تدفعي فيها ال5 جنيه. ايه ده؟ والله بقيت صغننة. بصي بقت زغنطوطه ولاخر ورقه. عارفين في ناس بقى بتعمل لك ايه بقى؟ بس نقطع دي. في ناس مثلا بتاخد كده سلطة. دي للسلطه مثلا، ناخدها سلطه. انا هعملها سلطه خلي بالك دي. لا تتعمل سلطه. خدي دي كده ما تسلقيهاش ولا ترميها، دي حطيها في السلطه. الله 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 الله. وعلى فكره بتبقى جميله قوي للتخسيس. وادي الكرنبايه بتاعتنا قدامكم اهو، لا طلعنا منها ورق ولا رمينا منها عروق ولا اتقطع مننا ورق. يعني ما شاء الله الله اكبر، يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه كده لوز العنب، حاجه كده من الاخر يعني. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده فاتكم واستفدتوا منه كتير. واقوم انا بقى اعمل المحشي، والفيديو جاي استنوني بقى المحشي والناجتس جنب منه كده. نص صدر فرخه، عملنا كميه حلوه كده من الناجتس ناكلوها جنب المحشي ان شاء الله باذن الله. استنونا الفيديو اللي جاي. يا رب اللي يدعمني ان شاء الله يسمع احلى خبر في حياته.